البداية هيفضل راحة أو منح محمود فتح الله راحة من خلال المباراة دي. هيكون شريف إكرامي في حراسة المرمى، والجمعة وأحمد حجازي مدافعين. خط وسط الملعب هيبقى من ناحية اليمين أحمد المحمدي، الشمال أحمد شديد إناوي، في وسط الملعب أحمد فتحي وحسام عاشور ومحمد النني، قدامهم محمد أبو تريكة ومحمد صلاح وأحمد تمساح كمهاجم صريح. دي طبعا ملامح، طبعا مش أكيد، بس ده اللي كان واضح النهارده خلال التدريبات. دي الملامح اللي واضحه لمنتخب مصر، طريقه 4-3-2-1 او 4-3-3 4-3-2-1. دي الملامح. طبعا دي الطريقه دي خاض بيها برادلي اكتر من مباراه، وطبعا معظم اللعيبه واخدين عليها، مش غريبه عليهم. هو اشتكى من المباراه الماضيه كان في بعض الاخطاء الدفاعيه في طريقه 3 مدافعين، ده صحيح؟ بالظبط، هو بالظبط يا كابتن. هو طبعا كان رفض يتكلم على اخطاء اللاعبين او يوجه لاحد الاخطاء، بس الفتره اللي فاتت كلها من ساعه ما وصلنا هنا من بوتو كلها لعلاج الاخطاء الدفاعيه. كان بيشتكي من غياب العمق الدفاعي بشكل صحيح لدى اللاعبين في خط الدفاع. حاول الفتره كلها، النهارده كان ثالث تدريب، مهتم اكتر حاجه في التدريب بالخط الدفاعي، هو اللي كان عامل له قلق الفتره اللي فاتت دي من بعد مباراه زيمبابوي. بكلمه النهارده بيتكلم بيقول ان شاء الله ما فيش اي اخطاء هتحصل ان شاء الله في مباراه موزمبيق. من الناحيه الثانيه يا كابتن، اللي هو مطمن انه فضل يلعب بمهاجم صريح لابعاد مدافعينه عن حاله الضغط من فريق المنافسين، وبجانب شايف انه المنافس لا يهدد اي خطوره على مرمى المنتخب المصري، وانه الخطه المناسبه لمواجهه موزمبيق انه تلعب براس حربه صريح او باحتمال كبير يبقوا 2 رؤوس حربه. يعني عنده احمد حسن مكي وعنده احمد جعفر، لكن هيبدا باحمد تمساح من وجهه نظرك، او الملامح التشكيل اللي بدات تسجل. بالظبط يا كابتن. كان لسه دلوقتي من ساعه بالظبط كانت بعثه المنتخب الوطني جميعا بتحتفل بالمولود الجديد مالك محمد النني. الكابتن او المستر برادلي هناه واتكلم باللغه العربيه معاه وقال له مبروك، وكانت الناس كلها سعيده، ومحمد النني اتكلم وقال انا سعيد بالاحتفال ده، واجواء طبعا اسريه هنا في الفندق. الجميع متعاهد على حسم التأهل للمرحلة النهائية من خلال المباراة إن شاء الله يوم الأحد، بصرف النظر عن مباراة غينيا الأخيرة. كلهم قايلين احنا يا جماعة مش هنتعادل، احنا ما نعرفش، لازم مباراة موزمبيق تبقى الفوز الخامس لينا إن شاء الله في التصفيات. ضرب أكتر من عصفور بحجر واحد، أبرزها إنك تضمن التأهل رسميا للمرحلة النهائية، جانب الحفاظ على السجل المنتخب خالي من الهزايم، ومواصله الزحف نحو المراكز المتقدمه في التصنيف الدولي. نعم. استاذ هشام ابو حديده صحفي بالمصري اليوم، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ان شاء الله للمنتخب المصري في المرحله المقبله. كابتن خالد، سؤالي هو يمكن ورا ملامح التشكيله اتغيرت، هيبدا بطريقه 4-3، هيبدا باحمد فتحي ومحمد النني وحسام عاشور كما ذكر. اذا تامين خط الوسط. بص يا كابتن، هو طبعا مش معقول ان احنا كل مبارياتنا منذ ان تولى مستر برادلي التدريب او اداره الفريق يحصل فيها تعديل في التشكيل بشكل كبير جدا، بتاثر على ثبات، بتاثر على الانسجاميه بتاعت الفريق. صحيح هو معذور في حته ان احنا تناسق المباريات واصابه بعض اللعيبه، وعندنا مشكله في حته قلوب الدفاع، ولكن طبعا في النهايه هو في الوقت الحالي الفريق او المنتخب الوحيد اللي كسبان 12 بونت من باقي كل المنتخبات. ولكن بالمقارنه بباقي المنتخبات ومجموعات المنتخبات الاخرى احنا كسبانين بفضل الله سبحانه وتعالى وامكانيات بعض اللعيبه المتواجده عندنا. بمعنى ادق يعني ارجع للمجموعه اللي فيها ليبيا، نكلمك على ليبيا مع الكاميرون مع جمهوريه الكونغو مع توجو، 4 فرق منهم 3 أو 2 واصلين كاس عالم، يعني بيلعبوا كاس عالم، توجو والكاميرون من الفرق الكبيره جدا. ومع هذا ليبيا لا عندها دوري ولا عندها ملاعب في الوقت الحالي، بتلعب مباراه او مباراتين تلعبهم في تصفيات كاس العالم، المباراتين الاخرتين اللي تعادل مع جمهوريه الكونغو وكسبت النهارده توجو. ومعناه المنتخب الليبي كسبت تشكيله بنسبه 85-90% عنده ثبات تشكيله، فهذا يحسب خطا على باب برادلي. 2 المباراه الاخيره اللي مع زيمبابوي ناس كتير جدا قالت لك بيلعب 3-5-2 وليبر ومش ليبر، طبعا خاطئ يعني. لان لو انت رجعت لشريط المباراه فتح الله ما لعبش ليبرو، حتى لو طلع لعيبه مصر كله يقول لك ان فتح الله كان بيلعب ليبرو ده المفروض انه يكون متر او متر ونص او 2 متر ورا اللعيبه اللي موجودين. جمعه كان بيلعب قدام قلبين الدفاع، قدام حجازي
وقدام فتح الله. بيلعب تحت الاثنين لاعبات الارتكاز، النني وحسام عاشور. هو ده دور كان جمعه، ساعات حجازي بيعملها، ساعات وائل جمعه بيعملها، ولكن حتى الان برضه لم يكن هناك الانسجام الكافي، وفي اخطاء كتيره جدا وفي مساحات موجوده بالجمله بالنسبه لدفاع المنتخب المصري. لكن زي ما قلت لك الحسنه الوحيده ان احنا حتى الان نمتلك لاعب كبير بامكانيات محمد صلاح. بعض اللعيبه اللي عندها امكانيات كويسه جدا بتوصلك توصل 12 بونت في مجموعه، في رايي الشخصي مجموعه سهله جدا زي موزمبيق او زيمبابوي على خريطه كره القدم الافريقيه اللي اتغيرت كتير جدا، لم تعد بالشكل الكافي. زي ما قلت لك ارجع تاني المجموعه، مجموعه الجزائر ومالي وسنغال واوغندا وانجولا وليبيريا، يعني السنغال اوغندا انجولا ليبيريا، يعني بتتكلم برضو ان مجموعه نسبيا ارجع للمجموعه اللي فيها الكونغو مع بوركينا فاسو مع دي برضه من المجموعات اللي متقاربه جدا، ولكن طبعا هتلاقي فرق النقاط مش فرق كبير زي اللي موجود في مصر. يمكن الفرقه الوحيده اللي كنت خايف منها وعملنا نتيجه عاليه جدا قدامها كانت غينيا، لان من اقوى الفرق الموجوده في مجموعتنا، ولكن في النهايه المنتخب المصري انا في رايي في الوقت الحالي صحيح في عدم ثبات تشكيله، ويمكن انا انتقدت حته ثبات التشكيله، بس انا مع تحقيق النقاط علشان نقدر نوصل الى المرحله النهائيه في تصفيات كاس العالم. كابتن خالد، في المباراه الاولى كان هناك ثلاثي وكان راس حربه وهمي، كان كل من محمد صلاح ومحمد ابو تريكه واحمد عبد الملك الثلاثه، وكان هناك راس حربه وهمي. هل هيلعب في نفس الموضوع؟ يعني احمد تمساح في جميع المباريات اللي لعبها مع باب برادلي ما كانش راس حربه صريح، لعب محمد صلاح ومحمد ابو تريكه، او هيلعب محمد صلاح ومحمد ابو تريكه واحمد تمساح. احمد تمساح كان بيلعب على الاطراف دائما وابدا مع باب برادلي، هل برضه هتطبق نفس الطريقه؟ يعني انا شايف ان التعديله ممكن تكون زي ما قال هشام على موضوع زي ما قال على موضوع بتاع حته بين الدفاع، هيلعب احمد فتحي، واحمد فتحي هيبقى دور الليبرو اللي موجود تحت نص الملعب زي دور وائل جمعه بالظبط، هيلعب عشان يقدر يامن خط الدفاع، ولاعب عنده امكانيات جسمانيه وبدنيه عاليه جدا، ولاعب من اللعيبه اللي عندها قدرات خاصه في عمليه الرقابه. دي نقطه. النقطه الثانيه احمد عبد الملك من الممكن لا احمد تمساح، بس انا برضو في علامه استفهام على احمد حسن مكي، ليه بره ال 18؟ ليه بره؟ اللاعب الوحيد اللي عنده طول قامه، اللاعب الوحيد اللي ممكن يديك راس حربه كويس جدا، اللاعب الوحيد اللي ممكن تستفيد منه في بعض الاوقات كعمليات هدفيه عاليه جدا. يعني اذا استفدت او لعبت على الكرات العرضيه لاحمد المحمدي او احمد فتحي او احمد شديناوي، ما عندكش غير لاعب طويل القامه زي احمد حسن مكي، فانا برضه علامه استفهام. انما انا شايف ان التعديله لو نزل احمد تمساح هيبقى بدل احمد عبد الملك، ممكن يلعب كراس حربه، ممكن يلعبوا الثلاثه برضه جنب بعض، ابو تريكه وصلاح وتمساح، ويلعبوا على الهجمات المرتده، لان موزمبيق يعني اكثر هدوءا واكثر راحه بالنسبه لها ان بتلعب مباراه للتاريخ ان تكسب المنتخب المصري على ملعبه وسط جماهير. يمكن انا من اسبوع حذرت لسوء ارضيه الملعب، مش عشان ارضيه الملعب غير ممهده، ولكن عشان هي من النجيل الصناعي ويمكن عاليه شويه، تاثر كتير جدا على الطريقه اللي بيلعب بيها باب برادلي، بيلعب دايما على الكرات الارضيه على محمد صلاح ومحمد ابو تريكه واحمد عيد وتمساح، ودي ممكن تتعب كتير جدا المنتخب المصري عشان مش متعودين عليها. نعم. كابتن خالد، يمكن يعني تشكيله موزمبيق لما كان قبل ما يقال المدير الفني الالماني ايجلز كان هناك طبعا كان بيلعب 4-2-3-1، كان تامين في خط الوسط. اعتقد مش هيغير الطريقه في مباراه مصر كابتن خالد، يكون كثافه عنده في وسط الملعب. هي مشكلته بس على فكره موزمبيق مشكلته في قلبين الدفاع كتير جدا، اتغيرت كتير جدا، بس اعتقد ان تبقى ميزه بالنسبه لمنتخب مصر. النقطه الثانيه عندهم لاعب وسط ملعب ممتازين جدا، التامين هو بيلعب 4-2-3-1 زي ما انت ذكرت، ولكن في النهايه زي ما قلت لك الراحه النفسيه والمعنويه اللي موجوده عند فرقه موزمبيق انها بتلعب مباراه تحصيل حاصل امام منتخب مصر، دي من ممكن تكون لها ايجابيه عند فرقه موزمبيق. بس عاوز احيي بصراحه كابتن تامر المنتخب الليبي. اتفرجت مباراه توجو النهارده، كونغو، مباراه كونغو ليبيا وتوجو. توجو والله 2-0 تمام. توجو عشان دي 6 هو اللي بيدرب الفرق. توجو كونغو كان الاسبوع اللي فات. ماشي اوكي 2-0